نجاح أمين إدارية في منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة. طبعا بالنسبة لحالات العنف كانت وما زالت حالات العنف تمارس على المرأة، ونحن كمنظمة نقوم ببعض الإجراءات لتوعية المرأة. مثلا قمنا من فترة في حالات يوم الانتحار، مناهضة الانتحار. طبعا قمنا بإعطاء بيان، والبيان طبعا بعض النساء من بعض المراكز، من هيئة المرأة، من دار المرأة، من بعض المؤسسات النسائية، وقفنا وقمنا بإعطاء بيان. طبعا كمان عقدنا عدة ندوات حوارية توعوية في كل من قامشلو وحسكة وكوباني. وأيضا في الأيام القليلة الماضية، في الأيام يعني تقريبا شيء أسبوع أو سنقوم بعرض مسرحية توعوية عن أهمية الدعم النسوي، طبعا هاي بالتنسيق مع الهلال الذهبي، وأيضا التنسيق مع المراكز الاستشارية النفسية لمعالجة تلك الحالات. قمنا بتوزيع بروشور توعوي عن الانتحار. وبالنسبة لحالات القتل، أيضا حالات القتل نراها بين الحين والآخر بأن النساء دائما معرضات للقتل، فنلاحظ بأن حالات القتل ما زالت مستمرة. ونحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ومعنيين بالوقوف في وجه تلك الحالات. مثلا سنتابع تلك القضايا، تابعنا وسوف نتابع تلك القضايا في المحاكم، ونحضر جلسات تلك القضايا، وأيضا نقوم بتقديم ادعاء باسم منظمة سارة ضد الجاني، ونقوم بتوثيق تلك الحالات. طبعا الشيء الذي نتمناه أن تتعاون المحكمة معنا والنيابة وتعطي أحكام قاسية للقاتل، لأن الجريمة القتل بحد ذاته جريمة، وخاصة قتل النساء، يعني قتل صوت المرأة. إذن نطالب المحكمة أن تتعاون معنا، وأيضا نطالب جميع المنظمات النسوية والمؤسسات النسائية في شمال وشرق سوريا، وأيضا في جميع دول العالم، الجميع الوقوف على هذه الحالات. يعني المرأة تقتل ولا نستطيع أن نفعل شيء. نقوم بالتوعية، نحضر الجلسات، نطالب بإعطاء أقصى العقوبة، وبالرغم من ذلك نرى بأن حالات القتل مستمرة. هذه تلزم أن تجتمع جميع الجهات النسائية ونجد طريقة أو حل للحد من تلك الحالات. أيضا يجب أن تتعاون معنا المحكمة أيضا حتى نستطيع أن نضع حد لتلك الحالات.